انا عايزك بقى يابا تركز معايا في الحلقه دي بالصلاه على النبي، عشان انا جاي لك بالموسم الجديد من انمي الواد شين ابن اقوى ساحر في العالم. ولو تفتكر معايا عزيزي المشاهد، وقفنا اخر حلقه لما مدرسه الفرسان عملت تدريب مزدوج مع مدرسه السحر، لان مملكه قرشاير يابا بقى يحصل عليها هجوم كبير جدا من الشياطين كل شويه، فتقريبا المملكه بقت في حاله حرب ومحتاجه كل واحد بيعرف يقاتل او بيعرف يستخدم السحر. ولكن هنا عزيزي المشاهد في مشكله بسيطه خالص بالصلاه على النبي، ان العيال بتوع مدرسه الفرسان بيقعدوا يتريقوا على العيال بتوع مدرسه السحر، وده لان مدرسه الفرسان شايف مدرسه السحر ديت مستواهم قليل، لانهم يابا ما بيعرفوش يستخدموا فنون القتال بالسيف، وكمان بنيتهم الجسديه ضعيف. وبالفعل عزيزي المشاهد الواد شين بينزل التدريب مع مجموعه مكونه من 8 طلاب، 4 منهم من مدرسه الفرسان بالصلاه على النبي، و4 منهم من مدرسه السحر بالصلاه على النبي. وطبعا كالعاده الطلبه اللي من مدرسه الفرسان بيقعدوا يسخروا من الطلبه اللي من مدرسه السحر، والطلبه اللي من مدرسه الفرسان عزيزي المشاهد بترفض اي مساعده من الطلبه اللي في مدرسه السحر، وبتقول لهم بقول لك يالا انت وهو قال احنا نقاتل الشياطين لوحدنا ولا ومش عايزينكم تتدخلوا قال. ولكن عزيزي المشاهد انا حابب اقول لك ان مع اضعف شيطان بيهجم عليهم الطلبه اللي من مدرسه الفرسان بيتفشخوا، ومش بس بيتفشخوا ده بيتعمل معاهم الهونجا بونجا، والشيطان دوت بيكون هيقضي عليهم لولا تدخل عمك وعم الناس وعم الدنيا عمك شينا غالي. ولما البت سوسو عزيزي المشاهد بتيجي تعالج العيال اللي من مدرسه الفرسان كله بيحبها وبيعجب بيها، والواد شين هنا بيتغاظ وبيقول يا ريتني ما انقذتهم وكنت سبت الشيطان دوت يعمل معاهم الهونجا بونجا. وعزيزي المشاهد والواد شين قاعد متغاظ وبيطلع دخان ونار من دماغه، بيجي لهم خبر ان في 100 شيطان بيهجم عليهم بالصلاه على النبي. ومش بس كده عزيزي المشاهد، ده ال 100 شيطان اللي بيهجموا عليهم كلهم من الرتبه المتقدمه، وواضح كده عزيزي المشاهد ان هيحصل مدعكه دلوقتي. فقبل ما نبدا كده الحلقه يابا بالصلاه على النبي عايزك تنزل بسرعه تشترك في القناه. هتقولي ليه نشترك في القناه؟ هقول لك عشان اول ما الحلقات الجديده تنزل من اي انمي توصل لك اول واحد، ويا ريت تنزل تمسي على فخدنا بلايك وتاخد زر اللايك ورمسنا على الكراسي عزيزي المشاهد. ويلا بينا نبدا الحلقه. وبتبدا الحلقه عزيزي المشاهد لما الشياطين بيهجموا على الولا شين والمجموعه اللي معاه بالصلاه على النبي، والشياطين بيكون عددهم كبير جدا عزيزي المشاهد، والمجموعه اللي مع الواد شين بتتراقب وبتعملها على روح، وبيقعدوا يقولوا يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل، هنعمل ايه يا رب في الحوسه اللي احنا فيها دي؟ ده ايه الهم اللي هناك؟ يا لهوي يا لهوي. وهنا الواد شين بيتدخل عزيزي المشاهد وبيقول لهم اوعى لا انت هو قالي، اوعى لا انت هو قالي، وخد لك ساتر وجنب لا انت هو قالي، اوعى وسيبوا لي الطلعه ده قالي، ده انا لما صدقت اخيرا اطلع جزء من قوتي السحريه. والواد شين يابا بيكون متحمس جدا وبيجمع قوته في ايديه وبيهجم عليهم بضربه واحده جامده جموده، وال100 شيطان يابا بيتفشخوا بضربه واحده بس من الواد شين، والمجموعه بتاعت الواد شين بتتصدم من قوته وبتقول ده اكيد وحش، ده اكيد مش طبيعي، انت مش انسان يا شين، انت مش انسان. واحده من اللي كانت موجودين بتسال الواد شين بتقول له لا مؤاخذه بس يا عم شين انا عندي سؤال صغير، هو انت بالصلاه على النبي قلت من شويه اللي انت عايز تستخدم جزء من قوتك، انت قصدك يا معلم شين اللي انت استخدمتها من شويه اللي فشخت بيها 100 شيطان بضربه واحده دي ما كانتش قوتك الكامله بالصلاه على النبي؟ الواد شين بيقول لها انت عبيطه يا بنتي، انت عارفه لو استخدمت قوتي الكامله ايه اللي هيحصل؟ ده يمكن الغابه والمدينه والمملكه كلها تتدمر كمان. فالعيال بتوع مدرسه الفرسان بيقولوا احنا اسفين يا عم شين، احنا اسفين يا عم شين ومستعدين نبوس الايادي كمان، اوعى يابا تزعل مننا تاني وحط امك بعد كده. وهنا الواد شين بيتكلم وبيقول لهم بص يا ولا انت وهو بقى ولا انا عايزكم بالصلاه على النبي تتدربوا وتعملوا مع بعض، لان في ارض المعركه مفيش حاجه اسمها فرسان ومفيش حاجه اسمها مستخدمين للسحر، لازم يابا تتعاونوا مع بعض عشان تقدروا تقضوا على العدو. والواد شين بيقول لهم بصوا بقى ولا انت وهو في شيطان على هيئه دب موجود قريب مننا، انا عايزكم يابا تتعاونوا وتقاتلوه سوا. وبالفعل عزيزي المشاهد العيال بيتجهوا ناحيه الشيطان دوت وبيقاتلوه وبيعملوا شغل فاخر من الاخر بالصلاه على النبي. وبالفعل عزيزي المشاهد مدرسه السحر بتخلص التدريب المشترك اللي مع مدرسه الفرسان المقاتلين، وهنا الامير اوجست بيلم العيال زمايله اللي من مدرسه السحر وبيقول لهم بص يا ولا انت وهو ولا انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا بالصلاه على النبي، بس خلي بالك يا ولا انت وهو المعلومات اللي هقولها لكم ديت اسرار ملكيه واوعوا حد يعرفها بره. فالعيال بتقول له خير يا امير اوجست وغوشتنا وقلقتنا امير اوجست قول لنا في ايه؟ بيقول لهم بصوا بقى يا ولا انت وهو، طبعا انتوا عارفين ان الشياطين بتنقسم على حسب قوتها الى 3 مستويات، مستوى ضعيف ومستوى متوسط ومستوى قوي او اسطوري. وطبعا اللي انتوا تعرفوه ان الشياطين بتبقى من الحيوانات وبس، ولكن زي ما انتوا عارفين ولا انت وهو ان المعلم اشتروم في الفتره الاخيره ابتدى يعمل شياطين بشريه، وانا عايز اقول لكم هنا ان اضعف شيطان بشري بيبقى اقوى من اقوى شيطان في الحيوانات، يعني بمعنى اصح على انت وهو الشيطان الاسطوري في الحيوانات اضعف شيطان في البشر بيبقى اقوى منه. وبما ان المعلم اشتروم عمال يعمل اعداد كبيره قوي من الشياطين البشريه
البشريه، فاحنا يابا لازم نخش معسكر تدريب خاص بينا، لان التدريب المشترك اللي احنا عملناه مع بعض احنا ومدرسه الفرسان دوت لا هياكل ولا هيشرب في ارض المعركه، ومحتاجين يابا انت وهو نعزز من قوتنا السحريه اكتر واكتر. وبالفعل عزيزي المشاهد كلهم بيوافقوا انهم يكملوا تدريب، بس بيكملوا التدريب في الارض اللي بتمتلكها عائله البت سوسو. وحد هنا من المشاهدين هيسالني اشمعنى الارض اللي بتمتلكها عائله البت سوسو بالصلاه على النبي، ولا هو الواد شين اللي اختار الارض ديت لانه بيحب البت سوسو وبيكراش عليها؟ انا هجاوبك على سؤالك عزيزي المشاهد. هو سؤال صعباني شويه. هم يابا اختاروا حته الارض ديت بالصلاه على النبي لانها حته ارض في الجبال وعند الينابيع الحاره، فاولا مفيش حد هيشوفهم وهم بيتمرنوا، ثانيا بقى وده الاهم عزيزي المشاهد الينابيع الحاره ديت مفيده جدا للجسم وبتساعد على الاسترخاء والركلاسه كده، يعني بيستحموا فيها كده وبيعملوا ريلاكسيشن كده وبيسترخوا وبيبقى اخر روقان. والنبي يا ولاد ما تاخدوني معاكم حد ابوكم، والنبي مش هعمل صوت والله، بس خدوني معاكم. خدوني معاكم اخوكوا الصغير وهتعلم والله. وهنا الواد شين بيتكلم وبيقول للامير اوجست بص يابا انا موافق بالصلاه على النبي، بس انا لازم اروح استاذن من جدتي وجدي الاول قبل ما اجي معاكم. واول ما الواد شين بيروح البيت عشان يقول لجدته وجده عن الموضوع دوت، جدته بتنفجر في وشه وبتقول له انا بيه حر ولا شين اللي عايز تروح لي مع البنات لوحدكم في حته ارض فاضيه وفيها نبيع حر وسخ؟ ده عند امك ولا شين ان انا اسيبك تروح المشوار ده عند امك ولا يا نبيع الحره ديت المفروض بتستحموا فيها، انت واخد لي بالك يا شين بتستحموا فيها. وجدة شين بتنادي على جد شين وبتقول له الحق يا حاج الحق يا حاج. شين عايز يعمل ايه يا حاج؟ شين قال ايه جاي يقول لي ان هو رايح يتدرب هو والبت سوسو وماريا في الينابيع الحاره. فالجد بيقول لها ومال يا وليه ما تسيبيه يتدرب يا وليه، ما تسيبيه يتدرب يا وليه ويفك على نفسه يا وليه. فجدة الواد شين بتكلم جده وبتقول له انا كنت عارفه انك وسخ يا حاج، ولا كنت عارفه انك وسخ ومش هتحل ولا تربط معانا. وهنا الواد شين بيقول لجدته استنى بس يا حاج انا مش هبقى لوحدي، ده هبقى معايا انا وسوسو وماريا ومعانا بنات كتير جدا ومعانا الامير اوجست والواد توني كمان. فجدته هنا بتنفجر فيه وبتقول له ده انيل ووسخ روح امك، يعني انتوا عايزين تعملوا لي حفله ومليطه بقى؟ ما انتوا عايزينها ميغه تموتوا في اللغواصه. انت عايزني يالا يا شين اسيبك تروح مع شويه بنات وشباب في سن المراهقه للينابيع الحاره لوحدكم؟ ده انا هاجي معاك اروح امك انت وهي واشوفكم بتعملوا ايه، وانا كمان هشرف على تدريبكم انا وجدكم بنفسي. وبالفعل عزيزي المشاهد بيبداوا رحله السفر بتاعتهم للاراضي اللي بتمتلكها عائله البت سوسو، وبيكونوا هيسافروا عن طريق الحصينه بالصلاه على النبي. والواد شين هنا بيتكلم وبيقول لهم يا جدعان حصينه ايه اللي نسافر بيها يا جدعان؟ ده الحصينه دي هتخستع وتفيص مننا في نص الطريق. وهنا البت مرايه بتتكلم وبتقول له انت غلبان قوي ولا شين والمصحف، انت ما تعرفش المعدات السحريه اللي لابساها الحصينه ديت بتعمل ايه؟ المعدات ديت بتخلي الحصينه ما تحسش بالتعب خالص، ده غير كده وكده انها بتزود من قوه الحصينه اصلا، يعني بدل مثلا ما الحصان بالصلاه على النبي بيقدر يجر 500 كيلو وراه في العربيه هتخليه يجر 1000 كيلو. والبت مرايه بتكمل كلامها وبتقول انت مش عارف مين اللي عمل المعدات السحريه الجامده جموده ديت ولا شين ولا ايه؟ بيقول لها لا يا بنتي والمصحف ما اعرف يا بنتي مين اللي عملها. فبتقول له لا جدتك اللي عاملاها يا شين، ده لما عملت المعدات ديت المملكه كرمتها تكريم جامد جدا. انا مش عارفه بس ازاي يا شين تبقى جدتك المعلمه الحكيمه اللي اخترعت كل الحاجات اللي في المملكه وكان ليها فضل في حاجات كتير قوي، وانت قاعد زي خيبتها كده مش راضي تتعلم منها حاجه. فساعتها هنا الجده بتنجعس وبتقول خلاص بقى بنت ماريا بطلي تتكلمي عليا خلاص بتكسف والله. انت عارف ولا شين جدك المدهول المدلوق على عينه اللي اسمه الراجل الحكيم اللي قاعد جنبي ده كان بيحفى كده ويجري ورايا واحنا صغيرين عشان خاطر بس اكلمه ولا حتى ابص له، وكان بيقعد يمشي ورايا في الرايحه والجايه وانا ما كنتش معبراه اصلا. وساعتها الراجل الحكيم بيقول لها بس يا وليه قرشنا الكلام ده كله كذب وما حصلش على فكره. وساعتها انا الجده الحكيمه بتقول له اسكت يا راجل يا عرره بدل ما افضحك واقول كل بلاويك. وساعتها الجد الحكيم بيقول لها ده انت صدقت انا كنت بهزر، ده انا ياما جريت وراكي في الشوارع عشان خاطر بس ترضي تتجوزيني، وخلاص بقى لم الدور عشان خاطر البرستيج ومنظري بقى عرة قدام العيال، يعني ما ينفعش ابقى اقوى ساحر في المملكه ومسميني الرجل الحكيم والملك نفسه بيحترمني وانت عماله تهزقي فيا كده. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ وهم قاعدين بيتكلموا كده عزيز مشاب بيهجم على العربيات بتاعتهم مجموعه من الشياطين ولكن من رتبه منخفضه. وواد شين بيتكلم وبيقول يلا يا ولاد التدريب هيبدا من اول هنا، مين عايز يبتدي ويقاتل في الشياطين دهيت؟ فالعيال كلها بتفرح وبتقول لنا ولا شين سيبنا قاتلهم ولا شين سيبنا قاتلهم ولا شين ونفشخهم. وساعتها الواد شين بيختار واحده من اللي موجودين وبيقول لها يلا يا ست انت اللي هتقاتلي الشياطين ورينا يلا اللي علمتهولك. وبالفعل عزيز مشاهد البت ديت بتمسك الشياطين
الشياطين بتفشخهم وتاخدهم ورا مصنع الكراسي. وساعتها هنا سواقين العربيات اللي بتنقلهم بيتنحوا وبيفتحوا بقهم على الاخر وبيقولوا يا نهار اسود ايه العيال دي، ايه العيال دي، دول مش طلبه عاديين، دول وحوش. وواحد بيكلم التاني وبيقول له انا سمعت يا اخويا اللي هم رايحين يتدربوا. تتدربوا يلا يخرب بيتكم، انتوا مش محتاجين تدريب، ده انتوا قوتكم جامده جموده مفيش منها اتنين. عايزك بقى عزيزي المشاهد تركز معايا عشان اقول لك على حاجه مهمه جدا 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 دلوقتي. لو الفيديو دوت يابا جاب 500 لايك النهارده انا هنزل لكم حلقه تانيه بكره، والحلقه دي عزيزي المشاهد هتكون من اختيارك كمان. عايزين انزل لكم ملخص نوسة بكره؟ ماشي يا باشا انا معاك. عايزين انزل لكم الحلقه التانيه من ملخص الواد شين في مدرسه السحر، ونكمل ونعرف ايه هي نوعيه التدريبات الخطيره اللي هيتدربوها اول ما يوصلوا لارض البت سوسو، وهيعملوا ايه مع الشياطين البشريه اللي واد شتروم بيحولها. برضه انزل لك حلقه مش هحرمك من حاجه وانا معاك برضه. والحلقه الجديده من سول ليفلنج هتنزل النهارده، عايزني الخصها لك وانزلها لك بكره برضه ماشي انا معاك ومش هحرمك من حاجه. بس انت يابا توصل الفيديو دوت ل 500 لايك وتكتب لي الاختيار اللي انت اخترته اللي عايزني انزله لك بكره، واكتر يابا اسم هيطلب مني هنزله لك بكره من عينيا الجوز ومناخير اللوز. حد بقى هيقول لي طب ازاي يا نور هنوصل الفيديو دوت ل 500 لايك؟ اقول لك سهله وبسيطه، ده مفيش اسهل من كده عزيزي المشاهد. اول حاجه كل اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي تنزل حالا يا اسطى تعمل لايك للفيديو من غير حتى ما تفكر، انزل بسرعه اعمل لايك للفيديو. طب تاني حاجه عشان الفيديو يجيب لايكات كتير نعمل ايه؟ ننشر الفيديو اكتر. طب ننشره ازاي؟ اقول لك سهله وبسيطه برضه، انك تشير الفيديو لاصحابك على الواتس او حتى تشير الفيديو على صفحتك في الفيسبوك. 500 لايك مش كتير اصلا عزيزي المشاهد ونقدر نعملها بسهوله جدا، ولو وصلنا لهم انزل لك من عينيا الجوز ومناخير اللوز حلقه بكره. ولو انت اصلا لسه ما اشتركتش في القناه انزل بسرعه بسرعه اصلا انزل اشترك في القناه عشان تنضم لعيله نور وتوصلك الحلقات الجديده اول ما تنزل. كان معاكم نور من قناه ملخصات نور وبس كده، سلام.